اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل يا بنات هدوم الصيف. هنخزنها ازاي؟ هنغسلها الاول وهقولك انا بغسلها ازاي وبخزنها ازاي. طريقه جميله جدا هتحافظ على هدومك وعلى هدوم اولادك نظيفه طول ما انت مخزناها، وهتشوفي الفرق بجد بنفسك. النهارده هنعمل الهدوم بتاعه الصيف. انا بخزن هدوم الشتاء زي ما بخزن هدوم الصيف. انا مش بعمل يا بنات دورة يعني مش بغسل الهدوم تاني بعد ما اطلعها من التخزين. لا، انا بحطها على طول في الدولاب، يعني ببقى مرصصاها في كيس كده، وهوريك الكيس عامل ازاي، وهوريك كمان احنا هنخزنهم ازاي. وانا دايما بخزنهم بالطريقه الاحسن، وان انت ما تخزنهمش تحت السرير خالص، علشان يا بنات في حاجات كتير جدا بتبقى بتبوظ من السرير، وهقول لك ليه. هقول لك انا بخزنهم ازاي، وهقول لك الطريقه بتاعتي، وهقول لك انا بغسلهم ازاي وبطلعهم فل بعينهم، وبخزنهم من غير ما يكون فيهم بقعه خالص، ولا بقعه يا بنات خالص في الهدوم. النهارده هنعمل الفيديو بدون بالصوت العادي، يعني مش هشيل اي حاجه ومش همنتج. هتسمعي صوت الغساله وهي بتشتغل عشان كده تديكي حماس ونشاط. كان في واحده قالت لي لا، خلي الغساله صوتها شغال علشان تدينا حماس ونشاط وعشان نكمل الفيديو. فالفيديو معاكي اهوت، يلا نبدا بينا. يلا نبدا الفيديو. هنعمل معاكم النهارده هدوم الصيف علشان نعينها ونخزنها. هقول لكم نخزنها ازاي او بعينها ازاي. اكيد طبعا الفتحين لوحدهم هعمل دورتين غسيل علشان ينضفوا، لو في اي بقعه او اي حاجه لازم تنضف. بحطهم كده واحده واحده واشطفهم تشطيفتين، وبسيبهم ساعات لبقعتين كمان شويه لو فيهم اي بقعه. لو حاسه ان في واحده فيها بقعه جامد، يعني بتبقى البقعه بتاعتها بقعه شديده، يعني بضطر ان انا اجيبها مثلا بصابونه سودا او صابونه من اللي هي بتتعمل في البيت او اي كلام من دول، ادعكها على ايدي عادي خالص. وبعد كده بحطها تاني في الغسالة بغسل كويس، واسيبها بقى واشطفها تاني. طبعا تخزين هدوم الشتا لها طريقه معينه، طبعا هقولكوا على الطريقه دي اللي انا بخزنها. وهجيب لكم كمان الفيديو اللي انا بخزن فيه وازاي ان انا بقويها وبخلي ريحتها تفضل كويسه جدا. طلعي من الكيس بتاع التخزين على طول على الدولاب على طول. تحتاجي ان انت تغسليهم تاني، لان انت طبعا بتبقى غسلاهم وغسلهم كويس جدا ونضاف جدا، مش محتاجين غسيل تاني. وكمان البقعه هيكون مبقاش فيها اي بقعه خالص، البقعه كلها راحت. فهتشوفي معايا ازاي ان انا بكون بصي كل حاجه فاتحه، الفاتح خالص خالص بتخليه مع بعضه، والغامق كمان بس اجيب شويه تانية كتير. بتحطي الفاتح كله مع بعضه، والغامق او الغامق شويه صغيرين بتسيبهم تاني مع بعضهم، يعني كل حاجه بتبقى لوحدها زي ما انت شايفه كده. اعتقد ان هو كفايه عليها كده دلوقتي، لان اصلا الهدوم اللي بتاع الصيف بتبقى ايه، خفيفه خفيفه كتير يعني زي ما انت شايفه كده. طبعا هعمل لهم دورتين، يعني هعمل الدوره دي وهعمل دوره كمان ان هم يتغسلوا كمان، يعني 12 دقيقه كمان، هما 12 دقيقه و12 دقيقه قبل ما تتشطف. بس انا عملتها كده لان انا نسيت هعملها تاني اول ما يتعملوا، فهوقفها واعمل دوره كمان تانية علشان يخلي الغسيل بطريقه كويسه، عشان يتغسل بطريقه كويسه. كل دوره من دول بفضل مخلياها بالشكل دوت زي ما انت شايفه، بفضل مخلياها ايه تشتغل شويه كتار. مع الغسيل بحط برسيل زي ما انا عودتك ان انا بقولك ان انا بحط برسيل، اللي هو البرسيل بتاع الشركات، كيس كيلو ونص او 2 كيلو مع كيس مع كيلو او كيلو ونص، يعني ده بيكون قد ده، يعني كيلو ونص برسيل فك او سايب اللي هو بتاع الاوتوماتيك حوالي 35 جنيه كيلو. وبجيب كمان برسيل سايب، برسيل اللي هو بتاع الشركات اللي هو باهي، او في برضو مسحوق جميل جدا طالع جديد اسمه بريل، حلو قوي. ريحته جميله جدا وبينضف، والكيلو ب50 جنيه. ثواني بس اوريهولك. هو ده يا بنات الكيس ده بجيبه، هو كيلو ب50 جنيه، بس ريحته جميله جدا باللافندر
ريحته جميله جدا، بتخلي بصي غسيلك على الحبل تحسي ان انت حاطه عليه برفان مش معطر حتى. وبحط كمان معطر في الغساله علشان ده. هوريك كمان ازاي ان احنا هنخلي انا حاطه كمان معطر اهوت لو هو باين في الغساله في درج الغساله. وكمان هوريك ازاي ان احنا هنخلص. شايفين يا بنات انا اي بقعه اي حاجه في الغسيل بجيبها بالصابونه السوداء كده وافضل ان انا اشغلها ادعكها جامد كده واسيبها. لو حاجه عايزه تتنقع بنقعها ليله بحالها وبعد كده بغسلها. بيكون اي بقعه بتكون مثلا لو بقعه صعبه ومستعصيه وكلام من ده بتفك معايا كويس جدا، وبغسلها وبدعكها كده بالصابونه على ايدي وبعد كده بحطها تتغسل مع الغسيل او لوحدها حسب ما. لو حتى بجيب طبق كبير كده وبحط فيه شويه من الكلور الجل وشويه من البرسيل وميه سخنه وبنقع فيها الغسيل او الملابس او القطعه اللي فيها بقع جامده جدا، سواء بناطيل بقى عليها شحم من العجله بتاعت ابني او شوكولاته واقعه على مثلا على تيشيرت بنتي او اي حاجه. ما بخليش يا بنات ما بخليش يا بنات اي حاجه تفضل في البقع، يعني تفضل في الهدوم قبل ما اخزنها. لازم قبل ما تتخزن يكون البقع مغسوله منها وطالعه منها خالص. عايز اقولك ان القطعه بتبقى زي الفل. ليه بقى؟ لو انت خزنت القطعه وهي فيها البقع هتفضل يعني كام شهر عبال ما البقعه دي تتفك او تجيبيها تاني، فتبقى صعب ان انت تطلعيها. انما لو هي لسه معموله مثلا من 3 4 ايام وانت عملتيها فهتبقى بالنسبه لك سهله. خزني هدومك بتاعت الشتاء نظيفه جدا مفيش فيها اي بقع. كمان هوريك ازاي انا بخزن وبحط في الهدوم ايه عشان يبقى ريحتها حلوه. هنخزن في اكياس مش والله في شنط يا بنات. هنجيب كيس ب 10 جنيه كبير كده واقول لك انا بخزن هدومي ازاي وبطويها وبطلعها مطويه من الكيس على الدولاب على طول تبقى ريحتها تحفه 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 كانك لسه غسلاها دلوقتي. هنوريك ازاي انا بعملها ووريك ازاي ان انا بحط فيها ايه بيخليها دايما فريش كده وتطلعيها. اصلا ساعه ما تدخلي الاوضه طول الشتاء بتحسي سواء هدوم الشتاء او هدوم الصيف انا بعمل فيها كده. وما بحطش يا بنات تحت السرير، انا بحط فوق الدولاب لان تحت السرير بيعمل رطوبه مهما كان انت دور عالي او اي حاجه. البلاط مهما كان بيعمل رطوبه بيعمل ريحه مش كويسه للهدوم. فلو انت عندك مفروشات ارضيات يعني مثلا حفاظات عايزه تعينيها تركنيها كلام من ده ممكن تركن تحت السرير عادي. الا الهدوم يا بنات والله مهما كانت دورك عاليه بيبقى في رطوبه كده او حاجه على الارض بتخلي الهدوم مش كويسه. فالاحسن لك ان انت تخزنيها سواء في دولاب لو عندك دورة كويسه او عندك مساحه في دولاب تخزنيها في دولاب مثلا بس برضو في كيس، او تخزنيها في اكياس فوق الدولاب او فوق اي حاجه زي نيش مثلا في مركون في اوضه لوحده محدش بيدخله. تحطي مثلا تخليها في حته جيدك ورا في دولاب من الجنب حته في الجنب كلام من ده. بس تحت السرير وتحت المراتب وده كله بيبوظ الهدوم بيطلع لها ريحه وبيدوبها بيخليها مش كويسه. ده النصايح بتاعتي للغسيل. انا زي ما قلت لك كده كان في واحده صاحبتي قالت تخلي صوت الغساله شغال عشان بيدي طاقه اكتر في الغسيل. فسبت له شويه كفار وانا بتكلم علشان يا رب بس يكون صوت الغساله مسمع لان صوتها شويه مزعج. هسيبها بقى تغسل مع نفسها وهعمل دوره كمان ودوره كمان. انا دلوقتي غسلت الهدوم الملونه اللي هي الفاتحه. بعد كده هجيب الاغمق شويه بعد كده الاغمق اكتر لحد ما اوصل للاغمق خالص. كل واحده دوره حسب الغسيل وحسب نوعيه الغسيل وحسب اللي هو البقع اللي في الغسيل وكلام من ده. طبعا انت عارفه ان انا بحط من البرسيل بجيب اللي هو المعطر السايب اللي هو دوت في ازايز كده، وبجيب كمان كلور جل وبجيب برسيل جل وبحط خلطه كده كلها مع بعضها. عايزه اقول لك ان من الحاجات الجميله جدا ان انت ممكن تعمليها لو فيها بقع او فيها اي حاجه وكمان للتخزين عشان تعقمي الهدوم. ممكن تحطي يا بنات ملح ليمون في الغسيل ومع المسحوق. والله يا بنات بيطلع الهدوم تحفه. انت عارفين يا بنات ان انا كمان لو ما عنديش ملح ليمون بقطع ليمونه نصين وبحطها جوه الغساله هنا. والله يا بنات بتطلع الهدوم تحفه. لو عندك برده كمان كربونات وعندك اي بقع مستعصيه عليكي ممكن تنقعي كمان تحطي مقلعه كربونات وفي النقع هو بيعمل فوران وبيفور البقع جدا، يعني بيفور البقع بطريقه جميله جدا. هنعمل معاكي كمان ازاي هنخلي نخزن غسلنا بطريقه كويسه جدا وبطريقه سهله جدا ومش هتحتاجي انك تطلعيه وتغسليه تاني. لا مش هنطلع هدومنا تاني ونغسلها تاني، هنطلعها من الكيس نحطها في الدولاب على طول.
طريقه التخزين يا بنات الصحيحه بتطلع معاكي هدوم صحيحه جدا، نظيفه جدا، ريحتها حلوه جدا، وهتشوفي الفرق بنفسك اصلا من تخزينك للهدوم للسنه دي لو اتبعت التعليمات صح واتبعت الخطوات اللي انا بعملها صح. وطبعا مستنيه ارائكم في الكومنتات ان انت لو بتخزني الهدوم بطريقه كويسه واحسن مني مثلا، ابعتي في الكومنت قولي انت بتخزنيها بالطريقه دي وجت معاكي بطريقه سهله، لان بشوف ناس كتير بتشتكي ان الهدوم لما بتخزنها من الصيف للشتاء او من الشتاء للصيف بتعمل معاها ريحه مش كويسه. احنا هنجيب حاجه جميله جدا من عند مستحضرات التجميل وهنحطها في الهدوم، هتطلع الهدوم بتاعتك ريحتها ممتازه. عايزه اقول لك ان هي ريحتها ممتازه. شايفين يا بنات برغم ان الهدوم دي ما كانتش مش نظيفه، يعني انا مش مخزنه وهي مش نظيفه، لا هي مغسوله وكانت في الدولاب، فخلاص بقى انا شلتها من الدولاب وحطيتها في كيس كبير كده من بتاع البطاطين وركنتها على جنب. وبعد كده قلت بقى اما اغسلها بقى عشان تتخزن لازم تتغسل قبل ما تتخزن بطريقه كويسه جدا صحيحه جدا علشان ما تعملش اي ريحه ولا اي رطوبه خالص. هنخزنها مع بعض وهنطويها واحده واحده واقول لك ازاي هخزنها بطريقه جميله جدا. هتتفاجئي والله لما تطلعيها في الشتاء او في الصيف الجاي باذن الله هتتفاجئي بالطريقه. انا طبعا هدوم الشتاء لسه صورت الفيديو ازاي ان انا خزنت هدوم الشتاء، او لو ان انا حطيت هدوم الشتاء طلعتها من الكيس على طول على الدولاب، وقد ايه كانت ريحتها كويسه جدا ونضيفه زي الفل. او هتخزني هدومك فيها اي بقعه هتندمي والله. طبعا الغساله عايزه دوره غسيل كويسه جدا، لسه هغسلها بقى تاني، كنت غسلها قريب بس طبعا من ترتيبات الشتاء والحاجات اللي كنت بعملها تنظيفات الشتاء كنت بغسل فيها حافظات وكلام من ده، فطبعا في حاجات اجت على الحواف كده بالشكل ده، فهنغسلها وننضفها مع بعض ونرجعها جديده لنج زي الاول خالص، وهنعمل لها دوره غسيل عشان ترجع كفاءتها تاني. بس بعد ما نخليها تخلص اللي وراها ده وتخلص هدوم الشتاء الصيف كلها عشان تتخزن. عشان كده احنا خلاص فرشنا الشقه زي ما قلت لك وخلصناها. يا رب يكون الفيديو النهارده افادك، والسلام عليكم ورحمه الله.